السلطة الهندية. كلنا بنتذكر يا جماعة لما نمشي أيام السفر والمناسبات والأعراس السودانية. لما نلقى سلطة هندية معناها الناس دي مرتبين شديد لأنه فيها تفاح وفواكه والحياة دي غالية في السودان. يلا نقول بسم الله ونجيب المكونات. اليوم هعملها على الطريقة بتاعتي ما على الطريقة بتاعت المناسبات العادية، هي نفسها بس هضيف لها حاجات من عندي لأن أنا ما كنت بحبها صراحة في المناسبات. فالمعروفة اللي هي كوسة وباذنجان وتفاح وجزر وبطاطس ومانجا. طبعا الفلفلية دي خطيتها إضافة من عندي، كمان المخلل بتاع الخيار والبازلاء من عندي. هقطع الخضار بتاعي شرايح طويلة. طبعا البتاعة دي يا جماعة مريحة شديد، كان جبتها القطاعة دي من شين تقريبا. فيها أشكال كثيرة للتقطيع وفيها حاجات كثيرة مساعدة، صراحة عملية جدا، بس أنا ما بستعملها إلا لما يكون عندي حاجات كثيرة دارة أقطعها. لأنه يعني بس بكسل لأنه معاها ملحقات كثيرة ونظافتها وشنو، اللهم إلا لما يكون عندي حاجات زي دي مثلا عايزة أقطعها كتير فبستخدمها. فعملية جدا ومريحة جدا يا جماعة، أنصحكم لو حبيتوا تشتروها. لو لقيتها في أي مكان جيبوها طوالي، صدقوني بتنفعكم شديد، وفيها مصفى وفيها حاجات كتير يعني أنا ما أقدر أتكلم عنها. هحط لكم رابط الفيديو، كان في قناتي التانية عملت عنها أنبوكسينج، فهتشوفوا الفيديو هناك. زي ما شفتوا قطعتها كمان الكوسة والأسود، اديتهم رشة ملح شوية على اساس يطلعوا المرارة بتاعتهم، وعشان يعني ما يكونوا بعدين فيهم الحرقان اللي بيعملوا حموضة دي، عرفتوا قدر ما تاكلوا منها ما يجيكم حرقان يعني. فالخطوة دي مهمة عشان تشيلوا مرارة الأسود. بعد زي ما شايفين اهو صفى شوية بسيط كده، حنشفه حاجي اقليه هو كمان زي ما قليت البطاطس عندك كده. خلصت. المشكلة في السلطة دي انه هتعملوا كل حاجة براها، هتقلوا كل حاجة براها وبعدين تيجي تخلطوهم دي، بس عشان كده هي متعبة. والناس كانوا بيعملوها بس في المناسبات ومكلفة يعني، عرفتوا يعني التفاح والفواكه المانجا والحياة دي يعني بتكون مكلفة عشان انت تجيب عليه سفر ومناسبات، طبعا بتكون بالآلاف يعني الناس الجاية، فما كل الناس بيعملوها في السفر السودانية. بالإضافة لأنه في ناس اوريدي ما بحبوها فحتكون قاعدة في السفر ساكت، لأنه الشعب السوداني لسه كان مع أو لحد الآن يعني في ناس ما بيستطيقوا الطعم المالح مع الحلو، لأنه فواكه مع خضار وشو دي طعم غريب شوية علينا، متعودين على ضلعنا، متعودين على طبايخنا فاصوليا ما بعرف شنو الحاجات اللي بتكون موجودة في السفرة السودانية المعروفة يعني، فدي ما كل الناس بياكلوها، فممكن انت تكون خسران فيها فواكه وحاجات كتيرة وفي النهاية ما تتأكل تتكبى يعني، عرفتوا. ده السبب انها هي ما معروفة في كل السفر السودانية للمناسبات او الأعراس وكده. المهم زي ما شفتوا قطعت كان المانجا والحاجات دي كلها، هنا قطعت المخلل ديل ما حاقليهم طبعا الفواكه دي. جيت هنا قليت البسلة مع الجزر وكده. جيت هنا لأهم خطوة اللي هي جهزت الصوص بتاعي، 2 ملعقة كبيرة زبادي وملعقة كبيرة مايونيز، وعندي ملعقة كبيرة من صوص السلطة، وعندي ملعقة كبيرة من سراتشا الحارة اللي هو مايونيز لكن كوري وفيه حاجات كده. رشة فلفل أسود زي ما شفتوا، ملعقة كبيرة توم بودرة، عندي ملعقة صغيرة شمار أو كمون في الدول التانية بيقولوا عليه مطحون طبعا، وعندي ملعقة صغيرة كزبرة، وكمان ملعقة كبيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة كركم. طبعا البهارات دي يا جماعة اختياري، وعندي ملعقة كبيرة كاتشوب وملعقة صغيرة ملح، وعندي هنا خل أبيض، عندي كمان ملعقة كبيرة ليمون، وعندي ملعقة صغيرة بابريكا حلوة. وحخلطهم تمام يا جماعة. الخلطة دي حقتي الخاصة، لأنه الناس اللي بتيجي تعلق لي دي ما كده وده ما اسمه كده وده ما شنو، كل زول يا جماعة قلنا شنو بطريقته الخاصة. الطبخ ده في النهاية أذواق يعني، عرفتوا. انتوا ما حابين حاجة معينة ما تضيفوها. فبس المهم خلطتهم كلهم، ما عليكم من الناس السلبيين ديلا. خلطتهم تمام يعني، ممكن تحطوها في التلاجة تاكلوا منها كم يوم، ممكن طوالي تاكلوها يعني ما فرقت. الطعم يا جماعة حاجة خيال، للناس اللي بتحب المالح والحلو حتحب الطعم ده جدا، بتحب المحدقات برضو حتحبوا. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله بتعجبكم، حتى لو ما كنتوا بتحبوا السلطة الهندية الأصلية جربوا الطريقة دي صدقوني حتعجبكم شديد. وما تنسوا من اللايك والشير والكومنت، واعملوا سبسكرايب للقناة لو ما مشتركين، وللناس اللي بتدعمني شكرا لكم كتير وحبكم كتير. في أمان الله.